فوزي القجع يتخذ خطوة كبيرة لضم إبراهيم دياز. من المنتظر أن يجري فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا حاسما مع نجم ريال مدريد إبراهيم دياز في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة. وتهدف هذه المحادثات إلى إقناع دياز بتمثيل المنتخب الوطني المغربي في المستقبل، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية الهامة مثل كأس الأمم الإفريقية 2025. وكشفت قناة تيلي سبورت عن هذه المعلومات نقلا عن مصادر موثوقة، مؤكدة أن فوزي القجع سيسافر بنفسه إلى مدريد رفقة بعض أعضاء الجامعة. سيعقد الاجتماع بحضور والد دياز سفيل عبد القادر مهند في محاولة لإقناع اللاعب بالاختيار. ويواجه القجع ضغوطا كبيرا مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي يسعى لاستقطاب دياز لتمثيل منتخب لاوروخا، ويستخدم الإعلام المحلي وريال مدريد كأدوات ضغط لإقناع اللاعب بالانضمام إلى إسبانيا بدلا من المغرب. وأظهر دياز مهارته الاستثنائية في المباراة الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد، حيث سجل هدفا رائعا لريال مدريد. هذا وزار إبراهيم دياز المغرب خلال عطلة نهاية رأس السنة الميلادية، ونال استقبالا حارا من الجماهير المغربية خاصة في مدينة مراكش.